صينيه جلاش باللحمه المفرومه. يلا بينا نعمل مع بعض صينيه جلاش باللحمه اللي هي ملكه العزايم على السفره، ونشوف مقاديرها بطريقه سهله وبسيطه جدا. يلا بينا نبدا وصفتنا. معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه، 3 بصلات متقطعين صغير بالشكل ده، قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي. البهارات بتاعتنا عباره عن ملح، فلفل اسود، سنه من السبع بهارات، زيت، معلقه من السمنه، بضايه، كوبايه من اللبن، جبنه موتزاريلا. يلا بينا بقى نشتغل على النار مع بعض. عندي طاسه على النار، هنحط معلقتين من الزيت، معلقه من السمنه، وهننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. هندوب اللحمه بتاعتنا ونديها تشويحه. هنحط بقى معلقه فلفل اسود، معلقه من الملح صغيره، معلقه صغيره من السبع بهارات. ندخل الكلام الجميل ده كله في بعضه، ندي تشويحه حلوه جدا للحمه بتاعتنا، وننزل بالبصل. انا بفضل الطريقه دي لتشويح اللحمه بتاعتي. ممكن انت تحطي البصل، مفيش مشكله خالص، تديله تشويحه بسيطه وتنزلي باللحمه المفرومه. كده تنفع برده وكده تنفع. هننزل بالبصل اللي احنا مقطعينه صغير جدا، وهنحط الفلفل بتاعنا السبايسي والرومي، معلقه صغيره صويا صوص كده. لو مفيش مش مشكله، ممكن نحط معلقه سكر صغيره. هدخل بقى الكلام الحلو ده كله في بعضه كده لغايه ما تاخد التعصيجه اللي انا عايزاها التمام اللي احنا كلنا بنحبها. هنجيب البايركس بتاعنا او صينيه، اي حاجه عندك متاحه. انا عندي بايركس هو ده المتاح، وهندهن البايركس بتاعنا كويس جدا. الماده الدهنيه بتاعتنا سمنه وزيت، ممكن زبده على زيت برده مفيش مشكله. هنجيب طبقه من الجلاش بتاعتنا علشان دي صينيه بيضاويه، بعمل بالطريقه دي. طبعا اي حاجه مقطوعه زي دي كده مفيش اي مشكله خالص. وهنجيب طبقه تانية ونحط كده وهندهن وهنعمل كده. هقفل الصينيه بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. كده حطينا نص كميه الجلاش في البايركس بتاعي، وعملنا زي ما احنا قلنا من بره كده علشان هنقفل الكفر بتاعنا، والكميه التانية من فوق، وهنشوف مع بعض التقفيل. يلا بينا نشوف اللي على النار. وبكده بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا تعصيجه زي ما احنا شايفين حلوه جدا ومستويه ومفلفله. وبصوا بقت عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا. جربوها بالطريقه دي، حلوه وهتعجبكم بجد كتير قوي. هناخد الكميه اللي احنا عايزينها من اللحمه المفرومه عشان طبعا البايركس ده صغير جدا، وهنحط شويه من الجبنه الموتزاريلا كده. هنقفل بقى الصينيه بتاعتنا كده. ده كله الورق اللي احنا عملناه مع بعض اهو، مدهون برده سمنه. طبعا الصينيه صغيره فاحنا مش هناخد لفه الجلاش كامله. هندهن بقى الكلام ده كله سمنه كده. ناخد ورقه كمان. بصوا بقى انا بعمل ايه، بعمل كده، بدخل الورقه من تحت الغلاف اللي انا عاملاه في الاول. وهنقول بقى الكفر بتاعنا اللي احنا هنحطه عباره عن بضايه وكوبايه لبن كبيره، سنه من الملح، سنه من الفلفل الاسود، سنه بسيطه جدا 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 من البيكنج باودر، مش كبيره علشان ينفش الصينيه بتاعتي ويخليها زي الفل. بس هندخل الصينيه قبل اي حاجه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هقطعها قبل ما ادخلها الفرن بتاعتي. اخر طبقه دي مش بنحط فيها سمنه عشان بنقطعها، ولما بنقطعها بنحط السمنه بتاعتنا. قطعناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنحط حبه سمنه صغيرين كده على الوش. وبكده خلصت معانا صينيه الجلاش. هنحطها في الفرن على درجه حراره 180 ونتابعها مع بعض. طلعنا الصينيه بتاعتنا بتاعت الجلاش من الفرن نص تسويه بالشكل ده. عندي بقى الكفر بتاع اللي احنا هنحطه من فوق، بضايه، كوبايتين من اللبن، كوبايتين صغيرين يعني معيار كوبايه واحده بس. هننزل بالبضايه بتاعتنا كده، رشه فلفل اسود صغيره، رشه من الملح صغيره جدا، وحاطين معلقه بيكنج باودر. هنقلب الكلام ده كله في بعضه بالشكل ده. وهنزل باللبن بتاعي بالشكل ده بعد ما تاخد نص تسويه في الفرن، وهندخلها الفرن تاني تكمل تسويه ونشوفها مع بعض. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنسوناش باللايك والشير ومتابعه للصفحه. شكرا والسلام عليكم.